سالو لي برانسيس، جيسبر كو راكم ملاح. جيتكم اليوم فيديو جديد التحضيرات الرمضانيه. الفيديو هذا على لي فونديكيش. راكو تعرفوا كي يلحق رمضان لازم نوجدوا كلش، وهذه وحده من واش وجدت في رمضان. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم هذا رمضان كيما رمضان اللي فات كل يوم رمضانيات وكل يوم فيديو جديد. الو ما تنساوش ديروا ابوني وجيمو كومونتير وتبارطاجيوها لي زامي تاعكم باش يلحقكم كاع الجديد اللي نحطو في رمضان. الوغ نبداو لي كيش تاعنا. نسحقوا فيها كاع 250 تاع زبده، 8 مغارف تاع زيت يجوا 4 كاس، 2 حبات بيض، مغرف صغيره لا ليفور شيميك، مغرف صغيره ملح، ونلمو بالفارينه. نبداو نخلطوا في المكونات. نديروا الزبده، نزيدوا البيض، نزيدوا لهم الزيت، نخلطوا هاد المكونات، من بعد نزيدوا لهم الفارينه والملح ولا ليفور شيميك. نخلطوهم حتى نتحصلوا على عجينه طريه، من بعد نخلوها تريح قيس 10 دقائق. مور ما خليناها نريح نبداو نخدموا بها. هنا جبت الفارينه باش ندير في ليمول، هادو هما ليمول اللي حنستعملهم. كما قلت لكم ندير الفارينه في المول، من بعد نبدا نعمر فيه بالعجينه بهذه الطريقه. هاوليك كي كملت درت له العجينه، دوك نكمل اللي بقاو. مر ما كملت عمرت كاع ليمول، درتهم في هاد السنيوه وحندخلهم في كونجيلاتور ولا في الفريغو كيما تحبوا قيس 15 مينوت. هاومني كي جبتهم مر 15 مينوت دوكا نجيب فرشيطه ونتقبهم كاع، وما بداني نتقب فيهم نكون شعلت الفرن تاعي باش ندخلهم. هامليك مر مكملوا طابو وجبتهم. هذه هي لا كولور اللي لازم يكونوا فيها ذهبيه، لا كولور فضوي. دوكا نديرهم في الباطا ونخبيهم في رمضان نجبدهم باذن الله. ولا هنا يكون خلاص الفيديو. ان شاء الله ما يكونش طولت عليكم، وان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. وكما قلت لكم ديجا هذا رمضان حنبداو رمضانيات باذن الله. الو ما تنساوش ديروا ابوني وجيمو كومونتير وتبارطاجيوها لي زامي تاعكم، وديروا لا كلوش باش يولي يلحقكم كاع الجديد اللي حنحط. كل مره واش حيكون، دي فوا يكونوا دي غوسات، دي فوا جولات، دي فوا تحضيرات، كل مره واش. المهم ان شاء الله تصوموه بالصحه والهنا وصحه رمضانكم. ودوكا معليا غنقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.